هنعمل حاجة حلوة طعمها رهيب. تعالوا بس الأول كده في الخلاط هتعملوا أحلى حاجة حلوة. هحط في الخلاط كل حاجة بقى في الخلاط، كيكة خلاط خطيرة، كيكة غرقانة كده في صوص الشوكولاتة رهيبة. المهم جبت الخلاط كده، حطيت فيه 4 بيضات، حطيت كوباية لبن، حطيت كوباية ونص من السكر، حطيتهم كلهم كده في كوباية الخلاط. هنضيف ايه كمان؟ هنضيف تلت كوباية من الزيت. مكونات سهلة جدا وكلها موجودة عندنا في المطبخ، اذا كان بقى بيض او لبن موجودين. عندنا حبة دقيق، حبة كاكاو خام. هتعملوا احلى كيكة شوكولاتة غرقانة في الصوص الرهيب ده. وكيس او معلقة قهوة سريعة الذوبان، بس القهوة سريعة الذوبان مش القهوة العادية. خلاص، هتعملوا بقى طعم حكاية كده. بقى هضربهم كده في الخلاط. تعالوا نجهز بقى كده المواد الايه الجافة مع بعض. هنا انا عندي كوبايتين ونص من الكوباية ديت دي، نخلتهم وحطيتهم بقى في الطبق هنا اهوت. هحطهم بقى في الطبق. طبعا احنا حطينا كل حاجة في الخلاط، هنحط كمان الحاجات التانية فين في الطبق دوت. هنا انا كنت نخلة دي بس ما نخلتش الايه الكاكاو. عندي نص كوباية من الكاكاو الخام. كده بقيوا عندي قلت لكم كده 3 كوبايتين ونص دقيق ونص كوباية كاكاو خام. هنخلهم كده عشان الكتتولات، لا استنى بقى، الكتتولات لا مش جاية، الحاجات المكلكعة اللي في الكاكاو مش مهم. الكتتولات لا مش جاية معايا. المهم بقى انا ضربتهم ضربة حلوة، وحطيت بقى هنا هو الدقيق، وحطيت الكاكاو، وهنا هحط كمان معلقة كبيرة من الخل. ضفتها حطيتها كده في الكوبايه اللي احنا معايرنا بيها، لا يعني بدل المعلقه يعني. ورحت دلقاهم بقى كده في كوبايه الخلاط. وهحط هنا هوت بقى مع الحاجات الجافه، يا كيس بيكنج باودر يا كيس كيك شيف كامل زي ما هو. هنضيف كمان حاجه كمان لماده الرفع برضو، بيكنج باودر، لا بيكربوناتو، ربع معلقه صغيره كده. يا ساتر لولو جت، خير يا لولو. وهقلبهم كده بالمضرب كده العادي. اهلا ست لولو، محدش عاوز لولو؟ كده بقى الخلاط عندنا خلاص. هنزل بقى كده بالمواد اللي في السايله كده على الدقيق ونقلب. بس كده يا لولو، اقعدي يا لولو، شكرا. هنزل بقى كده واحده واحده واقلب كده بالمضرب العادي. نو. ولما اقلب في اتجاه بقى، ده ريموت التكييف يتكسر. طبعا انا هعوز لسه اضيف لها مكون كمان كده، عايزه اقول لكم بيخلي الكيكه رهيبه كده. بصوا بقى الحبه دول، هكون انا مجهزه عندي بقى ايه، كوبايه ميه سخنه مغليه. بصوا بقى لميت بيها الحبه اللي كانوا في كوبايه الخلاط. حرام بقى نرميهم كده كده، فيهم حاجات كده ايه من الايه من المقادير. وقعدت اضيف في الميه حبه حبه لحد ما ايه القوام عندي اتظبط بقى تحفه. يعني خدت كوبايه الا ربع من الميه السخنه، وحطينا لها كوبايه لبن. هنا بقى جبت صينيه مربعه، صينيه مدوره، صينيه طويله، اللي يعجبكم. دهنتها دهنه زبده، محطتش فيها اكتر من كده. رحت نازله بقى بالايه بعجينه الكيكه. طبعا انا كنت مشغله الفرن اول ما دخلت الايه المطبخ. طبعا انا ما دخلتش المطبخ لوحدي، انا وست لولو. اطلع بقى منها الهوا كده واخليها عشان تاخد كلها سوا واحد. المهم بقى يا ستي، لو لسه ما حطيتيش لايك واشتركتي في القناه وفعلت الجرس، اشتركي في القناه وفعلي في الجرس. وفي الاخر تكتبي لي ايه رايك في صينيه الكيكه الرهيبه اللي بالصوص التحفه اللي هنعمله دلوقتي. بص يا ستي، جبنا حله كده او كسرونه اللي يعجبكم. حطيت فيها نص كوبايه كاكاو خام، حطيت كوبايه الا ربع سكر، حطيت كوبايتين من اللبن. لو عوزت لبن تاني الصوص معايا تقيل هضيف له مثلا ربع كوبايه ونص كوبايه. هضيف كمان هنا إيه كمان يا ستي، هضيف معلقه ونص من النشا. عايزه اقول لكم صوص اقتصادي رهيب. وهضيف كمان هنا هوت معلقتين كبار هرميين من الدقيق. كده انا حطيت اول واحده،
تاني واحدة بقى، واحط حبة كمان عشان المعلقة اللي معايا ايه كده بقوا معلقتين كبار، وحطيت معلقة كبيرة من الزبدة، وهقلب بقى الخليط دوت. عايزة اقول لكم كان طعمه رهيب، كأنكم بتاكلوا صوص شوكولاتة، مش صوص انتوا عاملينه في يعني كده. بصوا حبة كاكاو. هنا بقى هرفعهم كده على النار، وهفضل بقى اقلب فيهم لحد ما الاقي القوام معايا بقى كده ايه مظبوط. صح يا لولو؟ طبعا احنا كنا بنعملها انا ولولو، لولو كانت واقفه جنبيا. بصوا بقى كده ابتدى يتقل، هقلب فيه لحد ما الاقي الصوص عندي بقى بس. خلاص هرفعه من على النار. بس كده عندي بقى زي الفل. بصوا بقى، بصوا كل ما بيتقل تلاقوا اللون بتاعه غمق كده وبقى تحفه. تعالوا بقى نفضيه في حاجه كده عشان يبرد معايا بسرعه ما تخلص الكيكه من الفرن. بصوا بقى، ولا تقيل ولا خفيف ولا اي حاجه. كده بقى تحطوه بقى كده في التلاجة يبرد شويه. بصوا كميه صوص اساسا كتيره جدا. بصوا من نص كوبايه كاكاو خام، واللون بتاعه رهيب. ممكن انتوا بقى لو عايزين تعززوا الطعم شويه كمان تحطوا له مكعب ايه شوكولاته من الخام، وهو سخن كده على البوتاجاز هتسيح معاه. هنا غطيتها بحته استرتش او كيس تلاجة وحطها في التلاجة شويه. بصوا كيكايه بقى معانا كانت طلعت وزي الفل. عايزه اقول لكم كانت اسفنجيه بصوا وعاليه وهشه كده بطريقه فظيعه. هنا بقى عندي بتاعت الشيش طاووق او سكينه او شوكه اي كان، هفتحها كده عشان خاطر ازقيها بكوبايه لبن. كوبايه لبن عادي خالص. عايزين تضيفوا لها سكر ضيفوا لها، عايزين تزقوها زي ما هي كده تمام زي الفل. الاتنين حلوين، بس انا استكفيت بالسكر اللي هو في الشوكولاته في الصوص وفي الكيكه. هنا بقى بصوا الصوص بعد ما برد بقى قلبته تقلبتين كده حلوين بالمضرب عشان بقى ايه ميبقاش في حاجه مكلكعه كده ولا كده. بصوا كميه الصوص كتيره جدا. انتوا بقى عايزين تضيفوها كلها براحتكم. بس يا لولو انا هضيف كده هوزع على على الكيكايه كده، واللي عاوز بقى بعد كده يزود يزود. بس هي خدت كميه حلوه، الكميه اصلا اللي معايا كتير. هسويها كده على الكيكايه كلها. عايزه اقول لكم كانكم بتاكلوا جاتوه مش بتاكلوا كيكه شوكولاته. صح يا شوكولاته؟ محدش عاوز الشوكولاته اللي عندي دي؟ صح يا بيضه؟ ماشي شكرا لولو. ههزها بقى كده اهوت عشان خاطر الصوص كله ايه يتوزع على الصينيه. هنا بقى عندي حبه نوتيلا كده هعمل بيهم شكل هيديني شكل حلو كمان. عايزه اقول لكم كانكم ماسكين حته جاتوه. هوبا يا لولو، هعملها كده خطوط بقى في التقطيع هتشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم حكايه. عايزين بقى تسيبوها كده في التلاجة ساعة وتقطعوا تمام. عايزين تقطعوها على طول تمام، انا قطعتها على طول. محدش عاوز لولو؟ لا. تعالوا بقى نقطعها ونشوف في الاخر شكلها وطعمها ايه الاخبار. عايزين تقطعوها بقى قطعة زي اكنكم بتقطعوا حتة جاتوه، قطعوا. عايزين تقطعوها مربعات كده زي ما يعجبكم قطعوها. عايزة اقول لكم هي كانت في الحالتين ممتازة. بصوا بقى شكلها، عايزة اقول لكم حكاية. تاكلوا فعلا يا ست لولو جاتوه مش كيكة. صح يا لولو؟ لولو قاعدة ساكتة الحمد لله. تعالوا بقى نعمل كده اشكال بالخطوط الشوكولاتة بالنوتيلا دي، هيدينا شكل جمالي شكله تحفة. ولا زوقنا بقى ولا عملنا حاجات كريم شانتيه ولا اي حاجة منها فيها زي الفل يا ست الكل. صح يا لولو؟ كوباية حاجة ساقعة بقى، كوباية شاي، كوباية قهوة، مية مية. تعالوا بقى عشان في اتنين تحتية كده عمالين يقولوا له ايه عايزين ندوق عايزين ندوق عايزين ندوق. صح يا لولو؟ تعالوا بقى نطلع كده ونشوف الاخبار ايه. احسن لولو واقفة تحت رجليا.
لو شفت لولو لما كلتها كانت عامله الشقه كلها شوكولاته. بصوا بقى، ولا لازقه من تحت ولا اي حاجه، عايزه اقول لكم كانت تحفه فعلا. هي كان طعمها جميل ومقاديرها مظبوطه وسكرها مظبوط والصوص مخليها رهيبه. تعالوا بقى نشوف الارتفاع، بصوا قد ايه، شايفين؟ وطريه من جوه جوسي تحفه. جربوها وجربوها بالمقادير دي وقولوا ايه رأيكم فيها. وكده خلاص خلص معانا الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتقولوا ايه رأيكم فيها. صح لولو؟ حلوة. خلاص يا لولو قالت حلوة. بقول لهم باي باي.